صباح الخير على الجميع. طبعا عشان اتعودت على المصداقية واحترام، وأنا بحترم كل الناس وبحترم كل المتابعين والمشاهدين وكمان القراء بالنسبة لي في أي حاجة بكتبها. طبعا بالأمس يمكن بعد فوز النادي الأهلي والتأهل أو اقترابه من التأهل للمباراة النهائية بإذن الله، آه، بعد المباراة التانية أمام الترجي. الادمن عندي صراحه ادمن ابن اختي كمان احمد صبحي، عشان بس ما حدش يفكر ان انا بقول كلام من الهوا. كتب بوست ان النادي الزمالك مرشح ان يكون في كاس العالم. طبعا انا مش خبير في اللوائح ولا في القوانين ولا عندي اي خبره في القصه دي خالص. فوجئت ان الدنيا كلها متدربكه والعالم كله متحول والكلام كتير جدا جدا، وبدات الصفحات تنشر الكلام اللي على لساني، وهم طبعا عندهم حق لان الصفحه بتاعتي انا الرسميه بتاعت خالد بيومي. وكان اول حد اتصل بيا على الواتس الزميل مهيب عبد الهادي صديقي العزيز، وبصراحه انا ما عرفش ارد عليه فقلت له 2020 طبعا للترتيب بتاع 2020. واضح المعلومه خطأ خالص. بعد الاتصال بناس في اللوائح والقوانين او اللوائح عامه بالنسبه للاتحاد الدولي، وبعض الاصدقاء اللي هم ملمين اكتر باللائحه بتاعه الاتحاد الدولي اهتموا بالموضوع وكلموني مره واثنين وثلاثه واربعه من خلال الاتصال الهاتفي وانا في الامارات، ومن خلال كمان الواتس، ووضحوا لي الفكره هي 21 2021، وبالتالي بعيد خالص عن 2020 اللي الزمالك كان وصيف النادي الاهلي. دي الجزئيه الثانيه هياخدوا التصنيف، والتصنيف بيغلق كلمه الوصافه خالص برضو من 2021، وبالتالي انا بقول للناس اللي موجودين كلهم خطأ. وبعد العودة مرة تانية لكل اللي هم الناس المختصين باللائحة، رجعنا تاني وكتبت طبعا احتراما ليكم واحتراما كمان لصفحتي واحتراما لاسمي اللي عملته من فترة كبيرة جدا. فطبعا اللي كنت لازم انوه كتبت بوست على الصفحة ان طبعا الكلام من 2021، وبالتالي كل تحية والتقدير لكل واحد دخل بالمشاركة إذا كان بالإيجاب أو بالسلب. أنا أتقبل النقد بما هو آه، يعني بناء. وبشكركم طبعا على الاهتمام، وبشكر كل اصدقائي اللي هم حاولوا يصلحوا لي المعلومه، وخصوصا هذا اخص بذكر ابني الصغير احمد عبد الباسط، واحد من الصحفيين الكبار جدا واللامعين في الفتره الاخيره بالنسبه لمصر. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه طبعا الفيديو ده معمول اساسا ومخصوص عشان النادي الاهلي وعشان الفوز على نادي الترجي في رادس. الفوز ما كانش بشكل فقط الفوز، ولكن كان عن اداء ونتيجه. الاداء كان اكثر من رائع. كولر بيعمل ل 12 فوز 3-0 اذا كان في بطوله الدوري او دوري الابطال افريقيا او كاس العالم للانديه. كولر كل يوم عن يوم بيثبت ان عنده حاجه جديده بالنسبه لقراءته للمنافس او العمل الجيد مع المنافس. حتى في تغييراته كان جيد جدا كولر، ولكن بعض اللاعبين وجهة نظري خذلوا كولر اخر 20 دقيقة اخر 25 دقيقة، وخصوصا اول محمد شريف احمد عبد القادر وكمان طاهر محمد طاهر. وان كان الفوز ب 3-0 نتيجة ممتازة جدا في رادس على ملعب الترجي، لم تحدث يمكن مرة واحدة النادي الاسماعيلي عملها، مش متذكر كان 3-1 او 3-0، وكان في دوري الابطال برضو او في بطولة الافريقية دوري الابطال. انما طبعا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يعمل نتيجة تاريخية كبيرة بالخمسة والأربعة. والنادي الأهلي طبيعته لما بيلاقي فرقة يعني مش في حالتها الطبيعية بيضغط وبيدوس وبيشتغل أكتر، وشفناه مباريات كتيرة جدا. وبالتالي كان النتيجة 4 أو 5 كانت ممكن تكون نتيجة إلى حد ما صعب تكرارها، صعب ان هي تتحقق من اي نادي اخر على ملعب الترجي في رادس، وده ملعب قوي جدا وكبير جدا، والترجي فرقه من الفرق الكبيره. الناس اللي بتقلل في ان النادي الترجي قليل ممكن تكون من اسوأ النسخ للترجي، ولكن يحسب للاهلي انه وصل لسيمي فاينل وكسب الرجاء واحد من اقوى الانديه الافريقيه. يحسب للنادي الاهلي انه حقق فوز على الترجي في رادس 3-0 وكان ممكن يكون اكتر. يحسب للنادي الاهلي في ظل المستوى العام للكره المصريه انه في اخر 4 5 سنين يصل للفاينل، وبالتالي بنتكلم على نادي ارقامه ونتائجه بتؤكد ذلك. لكن يحسب له انه قاب قوسين او اقرب للوصول الى المباراه النهائيه، يلعب بقى قدام سان داونز، يلعب قدام الوداد. دي مباراتين هنتكلم فيهم بعدين على المستوى الفني، اذا كان الوداد او سان داونز. دي معركه كرويه في الكاف بين فوزي الاقشع واحد من اقوى المسؤولين في الكاف، وكمان رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي اللي هو الجنوب افريقي. طبعا نرجع للمباراه 4-3-3 بقت
الطريقه الممتازه او اللي بيحبذها مارسيل كولر. ثلاثي الوسط خلاص اعتمد عليهم بشكل كبير جدا في غياب السوليه، وهم ثلاثي في الوقت الحالي مصدر قوه النادي الاهلي. بتكلم على مروان عطيه، اللعيب اللي عنده ادوار ممتازه جدا جدا، وده بيأكد لي في الفتره الاخيره ليه؟ لان النادي الاهلي لم يقبل اهداف على ما اعتقد في اخر 7 8 مباريات، وبالتالي بنتكلم على نادي اتأمن كويس من وسط ملعبه عن طريق مروان عطيه، وهي صفقه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي. اثنين بوكس تو بوكس او اثنين لعيبه ارتكاز مع مروان، ادوار هجوميه مختلفه، ولكن طبعا بنتكلم على ثلاثي في الشق دفاع ممتازين، وفي الناحيه الهجوميه في اثنين طايرين، ديانج وكمان حمدي فتحي. عجبني جدا هو ان النادي الاهلي خد المباراه على سيناريو. السيناريو الاول احراز هدف في الربع ساعه الاولى يلخبط كل اوراق الترجي، وحصل ونجح نجاح كبير جدا مارسيل كولر انه يفرض رتم معين واداء معين على وسط ملعب الى حد ما فيهوش الا فيتينو كولوبالي، وما كانش بالشكل الجيد. حتى محمد علي بن رمضان نفس القصه، نزلوه مع لعيبه الترجي. الغريب بالنسبه لي، وكنت ممكن يعني اتمنى ان يكون عكس، هو ان النادي الاهلي بعد الثلث ساعه الاولى بعد احراز الهدف رجع شويه لتحت. بيتعامل بشكل بعدم اتاحه الفرصه او اتاحه كمان مساحات للترجي، ولكن الترجي ظهر انه فريق فقير فنيا، فقير في الشكل الهجومي، وحتى فقير على الشكل الدفاعي. كان المفروض النادي الاهلي يضغط اكتر يضغط اكتر، ولكن طبعا زي ما قلت ان كولر بيتعامل مع المباراه بسيناريو ممتاز جدا، وهي عمليه توزيع الادوار اثناء المباراه. الأربعة 3-3 بثلاث لعيبه اصبحوا شكل قوي جدا للاهلي، وهم مصدر رعب لاي فرقه. اذا كان بيرسي تاو في الظهور الكبير جدا، ويحسب لمارسيل كولر ان خلى بيرسي تاو بالشكل ده، على عكس ما كان مع موسيماني الجنوب افريقي، وده من جنوب افريقيا. لكن بيرسي تاو في الوقت الحالي واحد من اهم اسلحه النادي الاهلي في الشكل الهجومي. كهربا لعيب امكانياته الفنيه عاليه جدا. كهربا مش راس حربه يا جماعه، كهربا اساسا اجنحه يمين او شمال، ولكن ان كولر يخلق منه راس حربه وهمي ويتعامل بالشكل ده، يكون مصدر رعب لخط دفاع وصانع لعب ممتاز، بيحرز اهداف، اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. كهربا انه قاعد محمد شريف او قاعد شادي حسين او قاعد راس حربه تاني يجيب بالنسبه للنادي الاهلي وهو مش راس حربه، كفاءه كبيره جدا من كولر. وكمان امر ممتاز جدا تقبل كهرباء الوضع بالنسبه لمكانه الجديد. حسين الشحات، طول عمرنا بنشوف حسين رايت، ان حسين يلعب ليفت ويستغل رجله اليمين وهو في الجبهه اليسرى، ذكاء من كولر. عمل ثنائي ممتاز جدا مع معلول، الاثنين بقوا فاهمين بعض اكتر. حتى لو اتغير اللعيبه كلهم، اذا كان طاهر واحمد عبد القادر، مش بنفس الانسجام والتفاهم اللي موجود بين حسين الشحات وعلي معلول، عشان كده دي جبهه من جبهات النادي الاهلي القويه جدا. التحرك بدون كوره بقى سمه من سمات الثلاثي الامامي، اذا كان الشحات كهربا بيرسي تاو. التامين العالي بالنسبه لديانج وفتحي من قدام، ولما بيحب يرجعوا لتحت بيرجعوا قدام. الاربع مدافعين بيعملوا ستاره من 7 لعيبه، 4 و3 قدامهم واثنين على الطرف، كهربا والشحات عفوا بيرسي تاو والشحات وكهربا على راس الحربه. 4-1-4-1 لما بتتحول الشق الدفاعي في حوالي 30 40 متر. كل ده حفظهم كولر للاعيبه النادي الاهلي، وبالتالي شفنا خط دفاع قوي جدا بعد منعم وياسر، او يتغير ياسر او يتغير متولي او اي لعيب اخر، تامين ممتاز جدا. شفنا طرفين ملعب ممتازين وملتزمين، وخصوصا ان الاهلي كان عنده مشكله في الاطراف على اليمين وعلى الشمال، وده اللي نجح في عمليه الشحات وعمليه كمان بيرسيتاو، ان في تقارب الخطوط مع التامين الجيد من ديانج وحمدي فتحي، ان هم ما ينسوش الشكل الدفاعي، ونجح النادي الاهلي بشكل ممتاز جدا. ما بقولش قدام الترجي، انا بقول قدام انديه اخرى كتير جدا، عشان ما حدش يطلع يتفزلك يقول لك الترجي ضعيف. ما عنديش مشكله خالص، ولكن بتكلم عن النادي الاهلي مع مارسيل كولر. اهم نقطه ان مارسيل كولر لعب على اضعف خطوط الترجي وهي قلبين الدفاع، على توجاي وياسين مرياح، ولعب بشكل ممتاز جدا، اذا كان كهربا او بيرسي تاو وحسين الشحات. وبعد كده في الشوط الثاني لعب على هجمه مرتده، لان الترجي حب يفتح كتير جدا بعد ال 2-0 3-0، ونجح وكان ممكن يوصل، ولكن انانيه بعض اللعيبه وفرديه بعض اللعيبه زي عبد القادر وطاهر وشريف اثرت كتير جدا على نتيجه كبيره. نتيجه كانت ممكن تخلي فيه صراع كبير على الانديه الافريقيه في الوقت الحالي على قوه امكانيات النادي الاهلي. حتى تفكير سان داونز وكمان وداد في نتيجه مباراه الترجي والنادي الاهلي. مبروك للاهلي، ومبروك كمان لكولر، ومبروك للاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. 3-0 نتيجه شايفها جيده، ولكن كنت شايف ان هي ممكن تكون اكتر من كده بكتير جدا. في النهايه بقول ان الاهلي بيحقق ارقام قياسيه باستمرار، ان الاهلي النادي الوحيد اللي بيلعب في افريقيا او حامل لواء الحفاظ على سمعه الكره المصريه في افريقيا، ان الاهلي
أصبح هو الحالة الوحيدة اللي ممكن تكون صحية داخل منظومة محتاجة تعديل ومحتاجة تطوير في كل أركانها. النادي الأهلي على كل ما يحدث بالنسبة للكرة المصرية، إذا كان دوري أو تنظيم أو تصوير أو إخراج أو نقلة أو كل ما يحدث من دربكة داخل المنظومة، يبقى هو الحالة الصحية الوحيدة. وده نتاج عمل جيد للإدارة. في استقرار إداري، وناس كتير بتقول الاستقرار ده جاي من حاجات كتيرة جدا، ولكن النادي الأهلي تاريخيا مستقر. النادي الأهلي تاريخيا لا يتأثر بالعوامل الخارجية. النادي الأهلي تاريخيا ممكن يقعد سنة أو سنتين ولكن يرجع تاني يكون من الأندية اللي بتلعب على البطولات الأفريقية. يا جماعة التاريخ بيسطر نفسه، مفيش إلا نادي واحد هو اللي قادر يتعامل مع شمال أفريقيا بشكل كبير جدا، مع الوداد والترجي والرجاء وكل الأندية الأخرى. النادي الأهلي بيصول ويجول في كل أفريقيا وبيحقق نتائج جبارة ومرعبة. النادي الأهلي ما زال هو النادي الوحيد في مصر إلى الآن الذي يصل لكأس العالم. هل هناك بعد ذلك أرقام؟ دي حاجات لازم نقعد نحط تحتها مليار خط، مليار خط بالنسبة لتركيبة النادي الأهلي، مع أن كواليتي اللعيبة أقل من كواليتي اللعيبة كانوا موجودين في السابق. ولكن يحسب للمدير الفني في التوقيت الحالي إن احنا أصبحنا نحفظ أو عارفين تشكيلة النادي الأهلي. ما عادش بيعتمد على لعيب ثابت، ولكن بنتكلم على 11 لعيبة عارفين مين هم. في تغييرات كتير جدا بتحصل، وأنا أعتقد إن مع الوقت إن مارسيل كولر هيطور كتير جدا من شكل وأداء بعض اللاعبين الآخرين اللي بدأ يكون عندهم نوع من أنواع الفردية والأنانية. كل التوفيق ومبروك للنادي الأهلي. 3-0 على الترجي في رادس، مش سهلة، صعبة جدا، حتى لو الترجي في أسوأ نسخة ليه، ولكن بتكلم على الترجي التونسي. الترجي يعني واحد من الأندية الكبيرة جدا في القارة الأفريقية، واحد عمل أرقام قياسية في الفترة الأخيرة كمان في وصوله لمباراة النهائية بالنسبة لدوري الأبطال، وحقق بطولتين أفريقيتين مع معين الشعباني. وبالتالي بنتكلم على فرقة كبيرة إن يفوز على رجاء وعلى الترجي، وكمان منتظر سان داونز وينتظر الوداد، أمر مهم جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. مبروك لإدارة النادي الأهلي، مبروك لكل جماهيره، ومبروك كمان لكولر على الأداء الرائع والإمكانيات الممتازة جدا. أنت مدرب ممتاز، في وقت قصير جدا كسبت كل قلوب الجماهير الأهلاوية. تحياتي.